اقوى مقارنه ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. شكون اللي قوي وشكون اللي ممكن يربح كاس افريقيا، او شكون اللي اقرب باش انه يربح كاس افريقيا المقامه في الكوت ديفوار. جبنا المنتخب الجزائري، اللاعبين ديال المنتخب الجزائري، وغنديروا مقارنه مع اللاعبين المنتخب المغربي، ونشوفوا شكون اللي غادي يربح، واش المنتخب الجزائري ولا المنتخب المغربي. للامانه هذه المقارنه خديتها من واحد الموقع الاسم ديالو كريمو كوره، ماشي انا اللي درتها. كاين شي لعيبات في هذه المقارنه اللي ما غاديش نكون انا شخصيا متفق فيهم، وحتى نتوما ما غتكونوش متفقين فيهم. داكشي علاش بغيتكم تكتبوا لي في الراي ديالكم في التعاليق، يعني شكون اللي افضل يعني من هاد اللاعبين اللي نشوف هاد الفيديو. ما نطولش عليكم، دير لايك سير على الله. نبداو باول مقارنه ما بين اللاعب او الحارس ياسين بونو والحارس ماندريا. هذه يعني ما فيهاش نهائيا، سهله جدا، الاختيار غادي يتم على ياسين بونو، فسواء كنت مغربي او جزائري غتختار بونو. نمشيو للكابيتانو رومان سايس وعيسى ماندي. الاختيار تم على رومان سايس صراحه، لا في المسار ديالو مع المنتخب ولا مع الفريق رومان سايس افضل من عيسى ماندي. اكرد وتوبه 3-0 لحد الساعه خوتي، 3-0 يعني المنتخب المغربي متفوق على المنتخب الجزائري. الاختيار الرابع غادي يكون ما بين بن سبعيني ومزراوي. هنا غيتم الاختيار كظهير ايسر لبن سبعيني. انا في هذه القضيه بالضبط غنقول تعادل ما بين بن سبعيني وما بين مزراوي. نمشيو لعطال وحكيمي، غيتم اختيار على حكيمي لان كيتعتبر من احسن اللاعبين حاليا في يعني في البوست ديالو. لحد الساعه 4-1 المنتخب المغربي فائز على المنتخب الجزائري. بن ناصر ام رابط، هنايا انا شخصيا يعني بزاف المغاربه غيختاروا ام رابط، اختار بن ناصر شخصيا، كيعجبني بن ناصر على ام رابط في يعني في البوست ديال لاعب ارتكاز. نمشيو لأناحي والزروقي. أناحي صراحة لا في المسار ديالو مع الفرق الفرنسية اللي لعب فيها ولا مع المنتخب المغربي كيتعتبر أفضل من الزروقي. لحد الساعة 5-2 المنتخب المغربي. أملاح وعوار، أملاح وعوار. عوار لا في المسار ديالو مع الفريق لا مع المنتخب أفضل من أملاح. أملاح يعني مؤخرا أخوتي تراجع في مستوى كبير. أصعب شخصيا كنشوف أصعب اختيار هو ما بين محرز وزياش. انا شوف هنا غنخدم العاطفه وغادي نختار زياش، وانا عارف بلي الجزائريين غيختاروا محرز. الامين حارث والقويري. امين حارث والقويري صراحه ما عنديش معرفه بزاف بالقويري. امين حارث تم اختيار ديال امين حارث الساعه 4 والمنتخب المغربي فائز على المنتخب الجزائري. سليماني ونصيري. سليماني صراحه سليماني مؤخرا يعني تراجع كبير في المستوى ديالو. النصيري لاعب اشبيليه الاسباني افضل من سليماني. 7-4 للمنتخب المغربي. دابا غنمشيو للاعبين ديال الاحتياط باش اننا نختاروا شكون اللي افضل. على سبيل المثال ايت نوري وعطيه الله، بطبيعه الحال غيتم الاختيار على ايت نوري افضل من عطيه الله. يحيى عطيه الله لاعب الوداد الرياضي. نمشيو للزلزولي عبد الصمد وعموره. الخوت انا هنايا غادي نختار، انا هنا غنختار الزلزولي. الزلزولي حاليا افضل من عموره، ولو ان عموره فيه توهج كبير ولكن الزلزولي افضل. بوفال وسعيد بالرحمه. خوت هذا خطا كبير. بوفال افضل بكثير من سعيد بالرحمه، لا من ناحيه المسار مع المنتخب ولا مع المسار مع الفريق. بالنسبه للماضي والركراكي فهنايا خوتي ماشي غادي نقول لكم، هنايا غادي يتم الاختيار على حسب الباركور اللي دار الكراكي والباركور اللي دار جمال بالماضي. جمال بالماضي جاب كاس افريقيا للمنتخب الجزائري، لكن وليد الكراكي حقق المستحيل. وليد الكراكي حقق المعجزه. وليد الكراكي قدر يوصل المنتخب المغربي للنصف النهائي. اي واحد غادي يكون يعني بعقله غادي تقول ليه شكون اللي احسن وشنو غتختار، واش تلعب النصف النهائي ديال كاس العالم ولا تربح كاس افريقيا. بطبيعه الحال غادي يختار يعني نصف نهائي كاس العالم. كتعتبر هو المسار اللي صعب جدا، هو المسار اللي عالمي، هو المسار الاغلى، هو المسار يعني اللي عنده قيمه كبيره. داكشي علاش فبطبيعه الحال
غادي يتم الاختيار على وليد الركراكي. كيف شفتوا اخوتي؟ يعني المستويات كانت متقاربه، لا من ناحيه الجوده ديال اللاعبين، لا من ناحيه يعني الجوده ديال اللاعبين اللي كاينين في الاحتياط. يعني المنتخب الجزائري واحد المنتخب اللي ما تقدرش تعرف يقدر يخلق المفاجاه في كاس افريقيا الكوت ديفوار 2024، عكس المنتخب المغربي اللي فافور بزاف، والصحافه وكل شيء يعني مرشح باش ان المنتخب المغربي يربح كاس افريقيا. وهذا الشيء هو اللي ما كنفضلوش انا شخصيا. فكنفضل ان المنتخب المغربي ما يكونش فافور، يعني يمشي يلعب كره، لان كاس افريقيا عندها طقوس، عندها تقاليد ديالها، شي حاجه اللي صعيبه بزاف مقارنه مع كاس العالم. خصوصا انك عندك واحد اللاعبين اللي اغلبيه ديالهم كيلعبوا في دوريات اوروبيه. اللاعب في الكاميرون في الكوت ديفوار سمحوا لي، يعني النسبه ديال الرطوبه عاليه واجواء افريقيه شويه صعيبه. فما كنت صراحه كنتمنى ان المنتخب المغربي يمشي يمشي لابعد نقطه، ويكون عنده واحد المسار زوين بزاف في كاس افريقيا، على الاقل نصف النهايه او النهايه. الا كانت شي حاجه اقل من هذا الشيء راه يكون مشكل كبير، وغادي يكون يعني ما كنتمناوش. وحظ موفق للمنتخب الجزائري، كيف كنقولوا حظ موفق للمنتخب التونسي المصري، جميع المنتخبات العربيه المسلميه وجميع المنتخبات الافريقيه. صلوا على رسول الله، نتلاقاو في فيديو جديد. خليوا لي الراي ديالكم في التعليق، يعني في هاد اللاعبين شكون اللي الافضل. خليكم مع فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم.